ضيفنا اليوم السيد منير المجدوب، مدير الدورة الثانية لمعرض الكتاب بصفاقس. سي منير، مرحبا بك. شكرا سي محمد، وبيك عايشك. هل لك أن تحدثنا عن هذه الدورة الثانية من الكتاب، عن مكونات هذه الدورة، عن محتوياتها، عن هل هناك تظاهرات على هامش الدورة إلى آخره؟ شكرا سي محمد. فعلا نعيش فعاليات الدورة الثانية لمعرض كتاب بصفاقس اللي انطلقت منذ يوم الجمعة الفرد 19 ديسمبر وستتواصل إلى يوم الثلاثاء 30 نوفمبر. الافتتاح كان رائع برشا، فيه برنامج ثقافي متميز أشرف عليه السيد ولي صفاقس والإطارات الجهوية، وبقوسين لأول مرة 45 دقيقة في الافتتاح بحضور المسؤولين الجهويين، وهذا حقيقة نتفاعل مع الشباب اللي شارك في معرض الصور الشمسية حول ذاكرة صفاقس، وعرض رقمي للدكتور رضا قلال حول تاريخية صفاقس، وعملنا حوار وحفل تكريم على شرف الحضور. وبطبيعة الحال المعهد الجهوي للموسيقى يوم السبت قام بتأمين عرض موسيقي متميز، وعلى مدار المعرض هناك ورشات للفنون التشكيلية، ورشات للقصة، ورشات لكتابة القصة، وعندنا مسرحيات، عروض مسرحية، عندنا عروض موسيقية، عندنا ندوة علمية ثانية مش عملوا فيها بيداغوجيا القصة للأستاذ فؤاد اللوز، ونختموها بالمعهد العالي للموسيقى في عرض متميز يوم الاختتام يوم الثلاثاء 30 نوفمبر. لو سمحت سي منير، تفضل. التشريفات لا تهم الزائرين أو المثقفين بأتم معنى الكلمة. نعم. بقدر ما تهمهم يعني نوعية كتاب المعروض للزائرين. النوعية سي محمد موجودة في كل المجالات، وبدون مكياج وبدون شعارات، بدون رقابة، لا بكل ديمقراطية. نعيش نفس الديمقراطية. تو المجالات السياسية موجودة، الثقافية، العلمية، التربوية، التاريخية، الأذواق كل موجودة، الدينية، الأذواق كل موجودة بطبيعة الحال باستثناء الكتب التي تفسد النشر. كلها تربوية. أيوة. أبعدنا عن لا تربوي، وخلينا حتى البرمجة اللي هي موازية لمعرض الكتاب، لأن عملنا مراوحة بين الرفوف المحتوية للكتب وبين التنشيط الديناميكي، وخليناه فضاء تنشيطي متميز على مدار المعرض مع أجنحة الكتب. وهذه معادلة هي صعبة، لكن كسبنا الرهانات نتاعها من خلال الزوار. سي محمد ما لا يقل عن 10,000 زائر يوميا، راهو صباحا مساء، معدل 10,000 زائر في 12 يوم، تقريبا 120,000 زائر. ونوعية الزوار؟ النوعية الزوار ثم الأطفال، ثم اليافعين، ثم المراهقين، وثم حتى الكهول، ثم حتى خاصة النساء والأطفال بكثافة. يعني العائلات. هو أولا ميزته المعرض هذا مجاني وتخفيضاته مهمة، خلى العباد تقبل على المعرض هذا بكثافة. يعني الناشرون كلهم تونسيون؟ كلهم والله يا سي محمد. وحديث يعطيك الصحة كي طرحت السؤال هذا، احنا كإدارة المعرض وجهنا المراسلات لكل دور النشر بالجمهورية التونسية، حبينا نعطيوه البعد الوطني، لكن العيب في البنية الأساسية هو الجناح العلوي اللي أثقل كاهل العارضين والناشرين من حيث الصعود والنزول. إن شاء الله الدورة الجاية ناخذوا جناح سفلي، وتكون دور النشر الوطنية موجودة استعدادا لدورة متميزة سنة 2016 مناسبة صفاقس عاصمة الثقافة العربية. هل سيكون هناك ناشرون عرب؟ إن شاء الله في دورة 2016. وأجانب أيضا. قاعدين نعملوا في مساعي مع المؤسسات الجهوية الإدارية والدستورية. إن شاء الله في 2016 نوعدوكم دورة متميزة عربية، وإن شاء الله الدول المتوأمة مع مدينة صفاقس من أوروبا ومن أفريقيا ومن آسيا ومن أمريكا يكونوا موجودين في معرض 2016 خاصة دور النشر من لبنان ومن سوريا. إن شاء الله إن شاء الله في إطار تبادل مع مدينة صفاقس. عديد من المشاركات العربية سجلوها سنة 2016 بإذن الله. هل هناك كتب حديثة يعني يعني عند الزيارة وعند الاطلاع على العناوين في هذه الدورة؟ والله يا سي محمد، تمضت يومين بحث الصدفة انتقيت زاير لبرنامج إذاعي، يطلع دكتور في الاتصال من لبنان، حقيقة نوه بمستوى الكتب المعروضة، وهذا محايد. كم عدد النسخ؟ 100,000 نسخة، لكن إن شاء الله نرتقي بها في الدورة العربية إلى 200,000 نسخة ضعف. والدورة المحك هي 2015، هي رهان على دورة وطنية بالمواصفات الوطنية استعدادا للدورة العربية المتميزة
سنة 2016 مناسبة صفاقس عاصمة الثقافة العربية. ألم ينشغل الزوار بنتائج الانتخابات الرئاسية وعزفوا عن زيارة المعرض؟ والله سي محمد تعدى كل شيء عادي. نعتبر الفضاء متاعنا فضاء متنافس ثقافي بدون وصاية، الناس كلها عاملة كيف، العائلات تدور وتتنفس ثقافيا، الأطفال شيخين حتى بالعروض الثقافية وباختلاف كتب ومستلزمات مدرسية وألعاب تربوية. هو تزامن المعرض مع العطلة، وهذا هو المتنافس الثقافي. مهم جدا. وأكيد كون أصرينا كجمعية أن الدخول مجاني، هذا كان حافز للعائلة التونسية حتى تقبل بكثافة على المعرض نتاعنا. إن شاء الله تكونوا موفقين إن شاء الله. بحول الله. شكرا لك، شكرا لكم، بارك الله فيكم.